تعالى اقول لك خلاصه 20 سنه جواز. واحد، اوعي تسكتي عن حاجه ضايقتك، اتكلمي وعبري على طول، ما تبيتيش الكلمه بمعنى اصح، وتعلمي امتى تسيبي وامتى تشدي. تاني حاجه، بيتك وجوزك سرك، يعني ما حدش يعرف عنكم حاجه، لا اهلك ولا اهل، وده لو لا قدر الله محتاجين استشاره من حد كبير. تالت حاجه، الاحترام، ده في كل علاقه، مش لازم زوج وزوجه، يعني صديقه، اخت، جار. الاحترام اهم حاجه في اي علاقه، ولو اتكسر مش سهل يرجع تاني ابدا. 4، مامته هي مامتك لكن بحدود، ليها نفس احترام والدتك بالظبط، وما تخليش برضو العشم ياخدك معاها جامد في الاول لحد ما تتاقلمي على طريقتهم وتعرفي طبعهم، بالذات ان انت في الاول بتبقي داخله بيت جديد ومش عارفه عنه حاجه. 5، بلاش تدخل الجيران اللي بزياده، لان في بنات بتبقى عشريه والموضوع بيزيد معاهم. جارتي عندي وانا عند جارتي طول الوقت، ما ينفعش جارتك ام محمود تبقى عارفه عنكم كل حاجه. هي صحيح الجيره الطيبه رزق، والنبي وصى على 7 جار، بس الحاجه اللي بتزيد عن حدها انت عارفه الباقي بقى. 6، عامليه زي ما تحبي ان هو يعاملك. الراجل لو حس ان بيته راحه مش هيبص بره، دلعيه، اعملي اكله حلوه، ريحه البيت تبقى نظيفه، وتكلموا مع بعض طول الوقت كلام لطيف، مش لازم تكوني سوبر وومن، المهم انك تبقي حنينه معاه. 7، خليكي شريكه مش مديره، يعني شاركيه الراي مش افرضيه عليه. البيت اللي فيه مشاركه بيعيش، اما البيت اللي فيه اوامر بيبوظ. 8، صلي وادعي ان ربنا يزيد في بيتك البركه، لان البركه مش بتيجي من مجهودنا احنا بس، البركه بتيجي من الدعاء ورضا ربنا. صلي معاه وادعي له وادعي لاولادك. البيت اللي فيه ذكر الله دايما بيكون منور. وانتوا يا اللي متابعيني قولوا لي ايه اللي اتغير فيكم بعد 20 سنه جواز.